مساء الخير واهلا بحضراتكم. يمكن شفنا على مدار اليومين اللي فاتوا الكلام الحديث كله تقريبا كان في الاعلام على المستشار احمد الزند وزير العدل السابق اللي تمت اقالته او اعفائه من منصبه بعد الحديث التلفزيوني اللي كان فيه خطأ ما اعتذر عنه، لكن الرأي العام لم يقبل هذا الاعتذار او معظمه، ما نقدرش نقول ان الرأي العام كله، وبالتالي طلب منه ان هو يتقدم باستقالته، رفض فتمت اقالته. شفنا بقى ردود فعل حتى بعد الاقاله، بعض المطالبات برفع قضيه تخص فكره ازدراء الاديان لتعديه على النبي عليه الصلاه والسلام، او البعض اللي تقدم ببعض الدعاوى حتى بمنعه من السفر. لكن الجديد الحقيقه انه في تحريك دعوه حسبه ضد المستشار احمد الزند. هقرا لحضراتكم فحوى هذه الدعوة اللي في النهاية بتطالب بإيه؟ بتطالب بقتله. يعني وصل الأمر إلى المطالبات بقتله. طيب هقرا لحضراتكم. في البداية رفعها محامي مصري بيقيم في السعودية، مستشار قانوني، المستشار كامل عادل السلطان، مستشار قانوني مصري يعيش في المملكة العربية السعودية. فحوى هذه الدعوة سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الطائف. الموضوع طلب تحريك دعوة حسبة لإهانة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بكل احترام وأدب تام، وإشارة الموضوع أعلاه، والتزاما بنص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية. أتقدم لسعادتكم بهذا الطلب أملا في قبوله. نشكو في حقه المدعو أحمد علي إبراهيم الزند، مصري الجنسية ويعمل حاليا موظف عام بجمهورية مصر العربية ومحل تبليغه كذا كذا. الوقائع: قام المشكو في حقه بتوجيه الإهانة والتطاول على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال المشكو في حقه مساء يوم الجمعة الموافق كذا كذا أثناء حوار تلفزيوني مذاع على قناة فضائية خاصة تدعى صدى البلد مع مذيع يدعى حمدي رزق ببعض العبارات التي تمثل إهانة حقيقية لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمقامه المشرف، مدعيا محاسبة النبي في حال أخطأ، حيث ذكر نصا أنه لن يتنازل ضد من أخطأ في أهل بيته، مضيفا السجون خلقت من أجل هؤلاء حتى لو النبي هحبسه. وأضاف المشكو في حقه خلال اللقاء: سأحاسب المخطئ أيا كانت صفته، إن شاء الله يكون النبي. وحيث أن ما أقدم عليه المشكو في حقه يمثل إهانة كبيرة لنبي الكريم وأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وخطأ جسيم ارتكب في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أمر محظور شرعا. وحيث أن حد سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القتل مطلقا. الطلبات لذلك فإني ألتمس من سعادتكم التوجه بوضع المشكو في حقه على قائمة ترقب الوصول وتحريك الدعوة الجنائية ضده، والرفع للمقام السامي الكريم لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع، بما أقدم المشكو في حقه من سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دي اللي جاء في هذه الدعوة. هذه الدعوة هي دعوة حسبة أقامها مستشار قانوني، مستشار كامل عادل السلطان، مصري مقيم في المملكة العربية السعودية. زي ما حضراتكم شايفين بيطالب بالحد، والحد هنا كما استدل عليه بأنه حد سب الله ورسوله هو القتل. وصلت الأمور إلى هذا الحد اللامعقول. معنا